تفتيش موبايلك في مطارات أمريكا ممكن يحصل في ثواني. اعرف حقوقك دلوقتي وإمتى تقول لأ. لو أنت داخل أمريكا أو راجع من سفر غالبا سمعت كلام كتير قوي عن موضوع تفتيش الموبايل. ناس طبعا بتقولك محدش يقدر يقرب منه، وناس تانية ممكن تقولك ده بيتاخد ويتفتح عادي. الواقع إن الموضوع ده ليه قواعد وليه حدود وليه تفاصيل بتفرق معاك قوي. الفيديو ده مش عشان خاطر يخوفك، ده عشان خاطر يخليك داخل المطار فاهم إيه اللي ممكن يحصل لك، وتبقى عارف تتصرف إزاي بهدوء ومن غير توتر ومن غير ما تزود الامور على نفسك. اول حاجه لازم نوضحها مين اصلا اللي بيتكلم عن التفتيش ده. احنا هنا بنتكلم غالبا عن ضباط الجمارك وحمايه الحدود في امريكا، اللي هم المعروفين باسم السي بي بي، ودول موجودين في المطارات عند الدخول واحيانا في مناطق معينه جوه المطار. دلوقتي هل من حقهم ان هم يشوفوا الموبايل بتاعك؟ الاجابه بكل اختصار ايوه. ممكن يطلبوا طبعا يفحصوا الاجهزه الالكترونيه اللي معاك زي الموبايل واللابتوب والتابلت، بس طريقه الفحص مش نوع واحد، وفي فرق كبير قوي بين نوعين اساسيين. في تفتيش بسيط وفي تفتيش متقدم. التفتيش البسيط ده معناه مثلا ان هم يقلبوا في الجهاز بشكل يدوي كده قدامك، يعني يشوفوا الصور، رسائل، تطبيقات، بيانات ظاهره حسب طبعا اللي بيطلبوه. انما بقى التفتيش المتقدم ده مستوى اعلى شويه، بيستخدموا فيه ادوات توصل بيانات اكتر وبشكل اسرع، وممكن كمان يشمل نسخ بياناتك او تحليل المحتوى بتاعك على حسب الحاله والاشتباه والاجراءات. خد بالك ان مش كل الناس بتعمل لها موضوع التفتيش المتقدم ده، وده بيكون اقل شيوعا من التفتيش البسيط. طيب السؤال هنا ايه اللي يخليهم يختاروا شخص مثلا عشوائي ويفتشوا الموبايل بتاعه؟ للاسف مفيش سبب واحد واضح لهذا السؤال، بس في عوامل ممكن تزود احتماليه ان انت تتسأل زياده، زي مثلا لو انت جاوبت اجابات متلخبطه او في تناقض في معلومات السفر بتاعتك او حاجات تانية ممكن تكون مرتبطه برحله السفر بتاعتك. مهم جدا 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 تفهم ان ضابط الحدود عنده سلطه واسعه جدا عند نقطه الدخول، وده معناه ان التعامل هناك مش زي اي موقف عادي بره المطار. وانت في المطار انت بتبقى في منطقه دخول لامريكا، والقواعد بتكون مختلفه عن الشارع او داخل المدينه. وهنا بيجي السؤال اللي ناس كتير بتساله بصوت واطي: هل ينفع ارفض اديهم الباسورد بتاعي مثلا، او ان انا افتح التليفون اصلا اللي هو الباس كود؟ الاجابه هنا مش واحده للجميع، لان هي بتختلف على حسب حالتك القانونيه في الدخول، وكمان على حسب الموقف نفسه اللي انت فيه. لو انت مواطن امريكي ليك وضع مختلف طبعا عن اللي داخل بفيزا، لو انت مقيم دائم وضعك مختلف برضو عن السائح او الطالب. فخلينا نمشيها بمنطق عملي، ايه اللي ممكن يحصل في كل سيناريو. لو انت داخل امريكا بفيزا ورفضت تفتح الموبايل بتاعك، ده ممكن يعطل دخول، لان هم ممكن يعتبروا ان انت مش متعاون معاهم او يحتاجوا وقت اطول للتحقق معاك. وفي بعض الحالات للاسف الرفض ده ممكن يؤدي لقرار بعدم السماح بالدخول اصلا، حتى طبعا لو معاك فيزا. ولو انت مواطن امريكي عاده ما يقدروش طبعا يمنعوك من دخول بلدك طبعا، بس هنا ممكن يحتجزوا الجهاز بتاعك لفتره او يطولوا الاجراءات او يحولوا الموضوع لفحص اوسع. يعني الرفض مش دايما بيخلص الموقف لصالحك، لكنه ليه معنى قانوني مختلف شويه. ولو انت مقيم دائم يعني معاك الجرين كارد، غالبا دخولك قوي طبعا، بس برضه ممكن تتسأل ويتاخد معاك وقت. وفي حالات معينه لو في شبهه كبيره او مثلا تضارب في الاسماء، ممكن يبقى في اجراءات اضافيه. عشان كده اللي يهمنا هنا هو تقليل الخسائر وتقليل التوتر. تعال ندخل في اهم نقطه عمليه اللي انت ممكن تعمله قبل السفر. اصلا الفكره هنا مش انك تخبي حاجه غلط، الفكره هنا انك تحمي خصوصيتك وتقلل مخاطر سوء الفهم، لان اي حاجه على موبايلك ممكن تتفسر غلط او تتاخد بره السياق بتاعها. اول خطوه اعمل نسخه احتياطيه لكل حاجه مهمه قبل السفر: صور، ملفات، ملاحظات، ارقام، اي حاجه لو اختفت هتضايقك. ده طبعا لان في سيناريوهات نادره ممكن يتاخد الجهاز بتاعك لفتره اطول علشان خاطر يتحققوا من البيانات اللي فيه. تاني خطوه راجع طبعا الحاجات اللي بتبقى ظاهره على شاشه القفل بتاعه التليفون، اللي هي الاشعارات، رسائل مثلا واتساب، ايميل على الشاشه ممكن يتفتح منه باب اسئله انت مش محتاجها او في غنى عنها. خلي الاشعارات الحساسه دي كلها ما تظهرش على شاشه القفل قبل السفر. ثالث خطوه نظم حساباتك وتسجيلات الدخول بتاعتك. لو جهازك مليان حسابات مفتوحه مثلا، اي تنقل بينهم ممكن ياخد وقت ويعمل لك ارتباك. خلي الامور بتاعتك مترتبه وقلل التطبيقات اللي فيها بيانات خاصه جدا على قد ما تقدر. رابع خطوه افهم ان التفتيش ساعات بيكون عن محتوى موجود على الجهاز نفسه، على الجهاز فقط وليس على البرامج السحابيه اللي هو الكلاود. فلو عندك تطبيقات فيها بيانات شغل حساسه مثلا، لازم تبقى واعي للموضوع ده. خلينا نتكلم عن الغلطات اللي ممكن تخلي الموقف اسوأ في ثواني. اول غلطه العصبيه الزياده او رفع الصوت او التعامل بتحدي. اي تصعيد هنا في الموقف اللي زي ده ممكن يترجم بسرعه ان انت بتعقد الامور مش بتتعاون معاهم. تاني غلطه انك تبتدي تمسح حاجات فجاه قدامهم، حتى لو مسحت حاجه عاديه، الحركه نفسها
لوحدها ممكن تخلق شك مش موجود اصلا. خليك ثابت وهادي وامشي في الاجراءات من غير حركات مفاجأة يعني تعمل شك عند ضباط المطار. ثالث غلطة انك تجاوب اجابات طويلة ومتشعبة. انت محتاج اجابات واضحة وقصيرة ومتسقة مع اوراقك وخطة السير بتاع رحلتك. اي تفاصيل زيادة ممكن تفتح اسئلة زيادة انت مش محتاجها. طيب نيجي للسؤال المهم دلوقتي، لو الضابط في المطار طلب ان هو يشوف الموبايل بتاعك تتصرف ازاي بافضل شكل ممكن؟ اول حاجة تقدر طبعا تسأله بكل هدوء، انت حضرتك محتاج تشوف ايه بالظبط؟ السؤال ده طبيعي وبيساعدك تفهم نطاق الطلب من غير ما تدخل نفسك في جدال مع ضباط المطار. بعد كده لو هتفتح الجهاز نفسه حاول تكون انت اللي ماسكه قدامهم طبعا لو اتسمح ليك بذلك، وتابع معاهم خطوة بخطوة من غير توتر ومن غير ما تبقى يعني اندفاعي او دفاعي. ولو مش فاهم حاجة اسأل سؤال واضح واستنى الرد. ولو طلبوا كلمات السر بتاعة الحسابات بتاعتك هنا بقى لازم تقف لحظة وتفكر. فرق كبير بين فتح الجهاز نفسه وبين تسليم وصول كامل لحساباتك. خليك مركز في اللي بيطلب منك فعلا عشان خاطر ما تلخبطش بين الاتنين. ممكن كمان يسألوك على حسابات السوشيال ميديا او اسماء مستخدمين او تطبيقات. مش كل سؤال لازم يكون معناه انك في مشكلة، ساعات ده بيكون جزء من التحقق. اللي بيحدد الاتجاه ده رايح فين هو اسلوبك وطريقتك في التعامل معاهم واتساق قصتك مع الاوراق اللي انت داخل بيها. خلينا دلوقتي نبص على جانب مهم جدا، حدود اللي ينفع يحصل مع الجهاز. التفتيش هنا مش معناه ان اي حاجة هتتعمل بدون ضوابط او بدون سبب، لكن في نفس الوقت منطقة الحدود دي ليها صلاحيات اوسع من الطبيعي. عشان كده افضل استراتيجية هي الوقاية قبل السفر. زي ما احنا دايما بنقول الوقاية خير من العلاج. قلل البيانات اللي انت مش محتاجها اثناء الرحلة، واحتفظ بالضروري بس. خلي مستندات السفر الاساسية سهل الوصول اليها من غير ما تحتاج ان انت يعني تدور في موبايلك او تدور في الشنطة وما الى ذلك. مثال بسيط، مثلا لو اتسألت على عنوان السكن، حجز الفندق، تذكرة العودة، خطة الرحلة بتاعتك، كل الحاجات دي خليهم في ملف واضح او حتى مطبوعين. انا بعمل كده عادة لما بكون مسافر عشان ما تدخلش نفسك في دوامة فتح حسابات ملهاش لازمة. ده كله بيقلل احتمالية انك تتسأل اسئلة كتير او تحتاج تفتح حاجات زيادة. طيب في ناس ممكن تسألني اعمل ايه لو عندي حسابات شغل او حسابات حساسة؟ الافضل هنا انك تتجنب حمل بيانات شغل حساسة بدون ضرورة، خصوصا لو في بدائل موجودة لهذا الموضوع. ولو لزم الامر يعني خلي الوصول ليها مظبوط. خلينا نحاول نوضح هنا دلوقتي مفهوم لفكرة مهمة، مش كل تفتيش معناه ان في اتهام متوجه لك. اوقات كتير الموضوع بيكون اجراء روتيني او اختيار عشوائي او تدقيق اضافي على الحالة بتاعتك، واللي بيخلي التجربة دي تعدي بسلاسة هو هدوءك وترتيبك. طيب ايه العلامات اللي انت ممكن من خلالها تقول ان الموضوع ده رايح لتدقيق اطول؟ لو اتسألت نفس السؤال باكتر من صيغة، او اتطلب منك اوراق زيادة، او اتأخرت لوحدك في موضوع التفتيش ده، ساعتها ركز انك تفضل ثابت في اجاباتك وما تدخلش في اي قصص جانبية ملهاش لازمة. ولو حصل واتخذ الجهاز بتاعك مؤقتا حاول تفهم الاجراء اللي بيتم في هذا الموضوع بكل هدوء. اسأل عن الخطوات اللي جاية، هل في ورق استلام، امتى ممكن تتوقع ان انت يرجع لك الجهاز بتاعك تاني. خليك عملي لان الانفعال هنا مش هيسرع اي حاجة. نقطة تانية ناس كتير قوي بتتلخبط فيها ان هم بيستهينوا بالمطار ده كأنه تفتيش للشنط بس يعني. بس الحقيقة ان الاسئلة على سبب الزيارة ومدة الاقامة ومكان السكن اسئلة اساسية جدا، واي اختلاف بسيط بين كلامك وبين المكتوب في الاوراق بتاعتك ممكن يفتح باب للتفتيش وباب للاسئلة الزيادة. عشان كده قبل ما تسافر راجع التفاصيل البسيطة دي كويس جدا، مدة الرحلة بتاعتك، عنوان الاقامة اللي انت رايح عليه، مين هيقابلك، ايه خطتك، هتتحرك ازاي، عشان لو سألت في اي حاجة من دول. مش لازم طبعا تحفظها حرفيا بس لازم تبقى فاهمها وما يكونش فيها اي تناقض. وفي نفس الوقت خليك فاهم ان خصوصيتك مهمة جدا، فلو عندك محتوى خاص جدا ومش محتاجه في السفر بتاعك سيبه في مكان آمن قبل السفر. وكل ما انت تخلي معاك اقل كل ما تقلل فرص سوء التفاهم او التوتر. لو انت وصلت لحد دلوقتي شكرا جدا ليك انك بتتفرج للاخر. الهدف من الفيديو ده انك تدخل امريكا وانت مطمن ومجهز نفسك، مش وانت خايف او متوتر بسبب الاخبار اللي انت بتسمعها حواليك من كل ناحية، وكمان مش حاسس انك داخل على مفاجآت. المعرفة هنا بتفرق جدا خصوصا في اول 10 دقايق بعد ما بتوصل امريكا في هبوط الطيارة. خليني دلوقتي الخص لك الموضوع في كام نقطة سريعة جدا وواضحة جدا. تفتيش الموبايل في المطار ممكن يحصل عند الدخول، وفي تفتيش بسيط وتفتيش متقدم. رد فعلك الهادي هنا وتركيزك قبل السفر بيقللوا المخاطر دي جدا جدا. راجع الاشعارات اللي هي اللي بتطلع على الشاشة اللي هي والتليفون مقفول، واعمل باك اب وقلل البيانات اللي هي مش لازماك، وخلي اوراقك كلها جاهزة وانت في المطار. اتكلم باجابات قصيرة وواضحة وما تحاولش تعمل تصرفات مفاجأة قدامهم. لو طلب منك حاجة مش فاهمها اسأل بهدوء عن ايه هو المطلوب بالظبط. في النهاية انا عندي فيديوهات كتير هنا تقريبا عن كل حاجة تخص السفر والهجرة والمعيشة في امريكا. الفيديو ده هو اللي اليوتيوب مختاره ليك دلوقتي، يمكن يكون هو الفيديو المهم بالنسبة لك.
بالنسبة لك الفترة اللي جاية. شكرًا جدًا لمتابعتك وأتمنى لك كل التوفيق.